نزلي صباعك لو حبوب البشره اديشن. واللي ما شافش باقي فيديوهات التحدي هتلاقوها في هاشتاج جلو والدكتور منى علي. هقول لكم بقى على شويه حاجات هي اللي بتخلي الحبوب تطلع لك، بس واوعدك لو بطلتيهم اكتر من 70 80% كمان من حبوب بشرتك هتبدا ان هي تتعالج. نزلي صباعك لو مش بتغيري كيس المخده اللي انت بتنامي عليه كل 3 4 ايام بالكتير. نزلي صباعك لو انت مدمنه فاست فود، جربي بس تبطلي لمده شهر وهتدعي لي. نزلي صباعك لو لسه بتمسحي وشك بفوطه الحمام. نزلي صباعك لو انت مش واثقه بنسبه 100% ان كل المنتجات اللي معاكي في روتينك مش هي اللي بتطلع لك حبوب. نزلي صباعك لو بيطلع لك حبوب في منطقه الدقن وبدا يظهر لك شعر غامق في دقنك او البيريود عندك متلخبطه ولحد الان ما رحتيش لدكتوره نسا. نزلي صباعك لو مرتبطه وبتتكلمي في التليفون كتير وبتكوني حاطاه بنفس الطريقه دي. نزلي صباعك لو بتستخدمي مقشرات لبشرتك عمال على بطال ومش عارفه ايه الاستخدام الصح. نزلي صباعك لو عندك مشكله في معدتك انت اصلا مطنشه انك تعالجيها. نزلي صباعك لو بتاكلي الحاجات اللي هتظهر قدامك على الشاشه دي او بتشربي الحاجات اللي جنبها. نزلي صباعك لو بتلمسي وشك عمال على بطال. خليكي بقى صريحه معايا وقولي في الكومنتات نزلتي كام صباع، واعملوا فولو عشان تشوفوا باقي الفيديوهات اللي جايه.